السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة أخبار مصر. الفيديو بتاعنا النهاردة عن أحدث جولة بمدينة نور طلعت مصطفى. مدينة نور هي مشروع سكني ذكي على مساحة 5000 فدان في منطقة شرق القاهرة مقابل العاصمة الإدارية الجديدة. يهدف المشروع إلى تقديم نموذج فريد للسكن العصري والمستقبلي مع التركيز على التقنيات المتطورة والخيارات الحديثة للبيئة. أحدث التطورات في مدينة نور، أول حاجة التقدم في الأعمال الإنشائية. تشهد مدينة نور تطورات ملحوظة في أعمال البناء والإنشاءات، خاصة في المراحل السكنية والخدمات. تتضمن هذه التطورات تقدما في إنشاء المباني في المنطقة B1، بما في ذلك مجموعات العمارات والفيلات. التعاون مع شركة هواي، استعانت مجموعة طلعت مصطفى بشركة هواي لتطوير تكنولوجيا سحابية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مدينة نور. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمدينة وتقديم خدمات ذكية متطورة للسكان. تم تصميم مدينة نور بالتعاون مع 4 مكاتب عالمية، بما في ذلك مكاتب أمريكية ذات خبرة كبيرة في تصميم المشاريع السكنية. يتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى ووزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يهدف التصميم إلى إنشاء مدينة ذكية تعتمد على أحدث التقنيات في البناء والإدارة. تضم مدينة نور مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق، بما في ذلك منطقة تجارية تضم العديد من الكافيهات والمطاعم والمناطق الترفيهية مثل السينما. ومنطقة الخدمات المركزية بتقع في مركز المدينة وتوفر كافة الخدمات الأساسية للسكان. ونادي نور الرياضي، نادي رياضي اجتماعي يمتد على مساحة تزيد عن 90 فدان. يقدم مجموعة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأعضاء، بالإضافة إلى خدمات تعليمية. منطقة تعليمية تمتد على مساحة 54 فدان، تضم 10 مدارس متنوعة بين خاصة ودولية، بالإضافة إلى جامعة وحضانات. بالإضافة إلى خدمات طبية، منطقة طبية تمتد على مساحة 15 فدان مخصصة لتطوير مستشفى متكامل ومراكز طبية متخصصة متنوعة. يوجد أيضا خدمات مدنية تقدم المدينة لسكانها كافة الخدمات المدنية والحكومية التي قد يحتاجون إليها. جهاز المدينة مخصص لإدارة وتشغيل وصيانة جميع المناطق السكنية والخدمية.